لا اله الا الله. يعني راجل الشمال حط دبل الفلوس اللي انت خدت بيهم جهاز بنتك على وصولات الامانه الفاضيه لما عجزت معاك انك تدفع وعاوز يحبسك بيهم. الدنيا ملهاش امان، بس انا حمدت ربنا ان انا جوزت بنتي سترتها بقت عروسه، وحمدت ربنا اكتر انهم لما قبضوا عليا جابوني بعد الزفه والفرح عشان ما اكسرش قلب بنتي قدام عريسها واهله. انت مكانك مش هنا يا عم منجي، وانت راجل كنت بتستر لحمك، وعاد عليا لو ربنا فك حبستي وخرجت من هنا الندل اللي عمل معاك كده انا هعرف اتعامل معاه. عاوز اعمل تليفون يا رجاله. ايوه محسن انا عرب، بلا دبح بلا نيله بقى مش وقت هبل. لا بكلمك من الحجز. اسمع اللي هقول لك عليه. عاوزه تطلع بكره على معلم عبد ربه، تقول له عرب عاوز 40,000 جنيه لفعل الخير، تاخدهم منه وتطلع على ناهيه في محل اسمه خضر بتاع اجهزه كهربائيه، تديله الفلوس وتخليه يكتب لك تنازل عن مديونيه باسم منجي عبد الحق. اعمل اللي بقول لك عليه وبكره يبقى معاك التنازل. يلا سلام. ربنا يبارك لك. لا ربنا ينجيك من كل دقيقه وتطلع من الدقيقه اللي انت فيها دي. ربنا بعتك الحجز عشان تنجدني. استغفر الله. امسح دموعك يا ابويا، دموع الراجل غاليه. وانت اول ما تطلع من هنا سواء ربنا كتب لي الخروج ولا لا، عاوزك تطلع على معلم عبد ربه، قول له ان انت من طرف عرب السويركي، هو يعمل معاك الواجب. اهدى اهدى. انت كنت فين يا سميحه؟ في ايه يا انغام مالك؟ كنت في الحمام وراجعه اكمل نومي. والله؟ اه والله. هو اللي بيخش الحمام بياخد الشنطه معاه وبيعمل فول ميك اب كده؟ وطي صوتك يا انغام وبلاش الشغل ده. عايزه تعلي صوتك عشان تسمعي ابوك وامك وتكسبي بنت على قفايا. احنا داخلين على الفجر وانت لسه بره، ومش هقول لهم يا سميحه لاني مش محتاجه اكسب بنت عندهم. ولو انا وحشه فعلا كنت قلت لهم ان انت مش في اوضتك وحاطه مخده مكانك ومغطيها بالبطانيه. يا ريت تخافي على نفسك زي ما احنا ما بنخاف عليكي وبنحبك. تصبحي على خير. وانتي من اهله. بنت سوسه. صيتك مسمع وواصلني، وكل الناس بتقول عليك راجل مجدع ورجوله وقلبك ميت، بس انا ما بعتمدش الكلام. بس بعد اللي شفته منك النهارده في الحجز وعزة جلال الله ما شفت راجل زيك. تعيش يا اخويا. اخوك سيحه، تقدر تسأل عني اي حد في الضرب الاحمر والقلعه. اجدع ناس اهل الضرب والقلعه. انا حاطهم معاك الحوار يا حبيب اخوك. انا مزوق عليك من راجل من عندك من المنطقه اسمه رباح ابو الدهب، ومدفوع فيك فلوس كتير قوي. شكلك مرازيب الجامد. ايه يا عم الجو ده؟ هو لسه في لحد النهارده حد بيجري على حد؟ ما خلص بقى الكلام ده. الافلام واكله دماغه. وبعدين لو هو عاوز مني حاجه طب ما يجي ياخدها يا عم، في ايه؟ وانا عايشه من حاجه؟ ده الراجل الحر اللي زيك. الدنيا يا صاحبي مليانه ناس ما تتقلعش من رجلك. الناهيه من النهارده اعتبر سيح اخوك يرمي نفسه في النار لاجلك وهو مرضي. وان كان على رباح لو انت عايز تعملها معاه لغيني هزعله. تعيش يا رجوله. متقلقش عليا سيحه، انا طول عمري بطولي. تعالى يا عرب. انا هسيبك دقيقتين مع الحاجه قبل ما تعرض على النيابه، ما تطولش.
حبيبي يا سلام، يا حبيبي. ايه ياما انا كويس. يا حبيبي صدقني. انا كويس ياما. اخوك علي الله يستره كلم الضابط عشان نشوفك قبل ما تترحل. انا كنت هجنن عليك من امبارح يا ضنايا وعيني ما دقتش النوم. ربنا ما يحرمني منك ياما. مالك؟ عرب ريح قلب امك يا حبيبي، وانا والله العظيم هصدقك. انت اللي عملت كده ولا لا؟ انت لما سألت قلبك قال لك ان عرب ممكن يعمل كده حتى مع قلب اعدائه؟ لا. عرب ابنك هيعمل كده مع واحده ست؟ لا يا خالتي، لأول مصحف عرب ما يعمل كده مفيش أحن من قلبه. منهم لله اللي عملوا فيك كده. محدش عمل فيا حاجه. القصه كلها انا دخلت في وقت غلط. الله اعلم بقى هي مقصوده ولا انتحرت. ما تقلقيش ياما، الطب الشرعي هيثبت انها ماتت قبل ما ادخل، وهخرج باذن الله. إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله. خد دول يا عرب والنبي عشان خاطري. جبتيهم منين دول يا حنان؟ كنت محوشاهم ما يغلوش عليك. أصيلة، خليهم معاكي. أنا مش عاوز فلوس، أنا عاوز دعواتك أنت وأمي. ده عيالك والله العظيم يا حبيبي، ده عيالك من قلبي. مش كفايه كده بقى يا حاجه ولا ايه؟ انا خليتك تشوفيه وهو ما ينفعش، بس عشان خاطر انت اتحايلتي عليا. يعني أنت اللي اتحايلت على الباشا يا أمه، مش علي؟ تعالي في حضني. ياما 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 رجعت لاصحاب بسرعه. ياما ياما